كيف نقدر نوصل لكم أفكارنا؟ إذا هي بتطلب مصروف تعتبر مكلفة وغير مقدرة وما أدري إيش. إذا هي تطلب إنه يصلح البيت اللي هم عايشين فيه تعتبر نقاقة. إذا هي تطلب أشياء تخليها في المزاج كويس تعتبر عصبية. إذا هي تطلب خدامة لأنه يعني يبغى السر برعان تعتبر متشرطة. كيف نوصل لكم أشياء؟ متى تبغون تفهمونا؟ ليش تتركونا لين ننفجر بعدين تنصدم إني أنا صرت ما يعجبني العجب، دايم صوتها عالي، دايم فيها ما يخطيها؟ ليش ما يبين في عينك إني لي 5 و6 و7 سنوات أنا ما انفجرت؟ ليش تنتظر لما انفجر؟ ليش بعد ما ننفجر كلنا تصيرون يا زينكم والأخلاق والأدب والرضاوة وقال ويسمي ويلبه؟ ليش بعد ما يموت الشغف تنتهي العلاقة؟ ما عاد أبي تفرش لي حتى الأرض ذهب. أبي أكون وحيدة، أبي أرتاح، أبي أفتك. ليش وقتها أنا أحلى في عينك؟ ليش فجأة كل الأشياء اللي كانت مستعصية ومستحيل تسويها الآن مستعدة تسويها أضعاف 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 أضعاف؟ ليه بعد ما تطيب النفس يصير كل شيء تقدر تسويه؟ كيف نوصل لكم أفكارنا؟